فيديو النهارده اتكلم فيه عن موضوع مهم جدا، وهو لعيب نادي ليل الفرنسي ولعيب لين يورو ونادي باريس سان جيرمان ونادي الريال مدريد. ويا ترى مين النادي اللي طبعا اللي هيحصل على اللعيب في اقرب وقت ممكن في ميركاتو الصيف الحالي؟ قبل كل ده طبعا رابط حساباتي في اسفل وصف الفيديو، نزل اخبار كوره اول باول. اللي حابب يتابعني، نادي مانشستر يونايتد على بعد خطوات بسيطه من اتمام صفقه لاعب نادي ليل الفرنسي ولعيب ليني يورو. مانشستر يونايتد اتفق بشكل كامل مع نادي الليل الفرنسي رغم الروابط الأخيرة مع نادي الريال مدريد. نادي الريال مدريد هو عايز يضم اللعيب من الشهور اللي فاتت، تحديدا من 3 شهور 4 شهور في الحدود دي، ورغبة اللعيب في الأول وفي الآخر إن هو ينضم لنادي الريال مدريد. اتبقى موافقة بشكل كامل وان نادي ليل الفرنسي يقنع اللعيب بأي طريقة ممكن ان هو ينضم الى نادي مانشستر يونايتد. نادي ليل الفرنسي هيقنع اللعيب في اقرب وقت ممكن ان هو ينضم لنادي مانشستر يونايتد. لحد دلوقتي نادي ريال مدريد هو هادي جدا مش متسرع. نادي ريال مدريد لما بيصمم على اي لعيب عايز يضمه هو هادي جدا مش متسرع. طب اللعيب اساسا عقده هينتهي امتى؟ 2025 30 6 2025 في الميركاتو الصيفي اللي جاي. نادي ريال مدريد لو رغبته الاولى والاخيره هيتممها فعلا في الصفقه فهيتممها في اقرب وقت ممكن. نادي ريال مدريد مش زي الانديه التانيه، هو مش متسرع في الصفقه، هو هادي جدا علشان واثق ان هو عايز يتممها في اقرب وقت ممكن. طب مانشستر يونايتد لو تمم في الصفقه وفعلا اللعيب وافق ان هو يروح نادي مانشستر يونايتد، القيمة التسويقية هتكون مثلا ما بين 25 50 60 مليون في الحدود دي. صعب جدا انها تكون اعلى من 60 مليون. لكن نادي ريال مدريد ما سرعش الموقف اكتر من مانشستر يونايتد. طيب بداية الموضوع من شهر 12 اللي فات او من شهر واحد اللي فات في الحدود دي، في أندية في الدوريات الأوروبية هي بتراقب وضع اللعيب. مفيش طبعا في الأندية السعودية، في أندية في الدوريات الأوروبية كانت بتراقب وضع اللعيب. ونادي باريس سان جيرمان كان بيراقب وضع اللعيب، كان عايز يضم اللعيب. ونادي مانشستر يونايتد كان بيراقب وضع اللعيب مش بنفس الدرجة، وما تواصلش أساسا مع نادي ليلي فرنسا. هو تواصل مع نادي ليلي فرنسا أساسا في الميركاتو الصيفي الحالي، يعني ما تواصلش مع نادي ليلي الفرنسي في مثلا في الميركاتو الشتوي اللي فات او في الشهور اللي فات. نادي مانشستر يونايتد تواصل مع نادي ليلي الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي فقط من اجل ضم اللعيب لني يورو. اللعيب طبعا من مقرر انتهاء في الميركاتو الصيفي اللي جاي. مانشستر يونايتد اتفق بشكل كامل بقى موافقة اللعيب. طب باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي اللي فات في اواخر الميركاتو الشتوي اللي فات كان باريس سان جيرمان كان بيرغب في ضم اللعيب وكان عايز يفتح محادثات، لكن الصفقه فشلت. الصفقه فشلت لان اساسا اللعيب مهما كان رغبته الاولى والاخيره ان هو ينضم لنادي ريال مدريد، نادي ليل الفرنسي فشل ان هو يفتح تفاوض اساسا مع نادي باريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان طبعا بعد تماما عن الصفقه. اتبقى مانشستر يونايتد ونادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد هو اول نادي كان عايز يضم اللعيب قبل باريس سان جيرمان. بس ازاي؟ باريس سان جيرمان كان بيراقب وضع اللعيب في اواخر الميركاتو الشتوي اللي فات. نادي ريال مدريد كان برضه بيراقب وضع اللعيب قبل في نص الميركاتو الشتوي قبل نادي باريس سان جيرمان. في شهر 3 وتحديدا يوم 9/3 نادي باريس سان جيرمان تباعد تماما فكرة ان هو يتعاقد مع اللعيب. نادي ريال مدريد هو دلوقتي في المرتبة الأولى إن هو ممكن يتعاقد مع اللعيب في أقرب وقت ممكن. تفاجأ نادي مانشستر يونايتد، نادي مانشستر يونايتد ده دخل في سباق مع نادي ريال مدريد علشان خاطر يضم اللعيب، واللعيب أساسا أرقامه في الدوري الفرنسي عموما 4 أهداف 5 أهداف في الحدود دي. طبعا نادي ريال مدريد هو كان عايز يرغب في ضم اللعيب من الشهور اللي فاتت قبل نادي مانشستر يونايتد وقبل نادي باريس سان جيرمان. نادي ريال مدريد خلاص هيضم مثلا لو هيضم اللعيب بأي طريقة ممكنة وفعلا اللعيب وافق، ونادي ريال مدريد ما أقنعش نادي ليل الفرنسي بنسبة 100% إن هم يضم اللعيب. طب نادي ليل الفرنسي موقفه
مع نادي ريال مدريد، موقفه مع نادي ريال مدريد بيبدأ يتباعد. نادي ليل الفرنسي موقفه مع نادي ريال مدريد بيبدأ يتباعد، وموقفه مع نادي مانشستر يونايتد كل مدى ما الصفقة بتتم بنسبة 100%. هي أصلا الصفقة تمت بنسبة 100%. اللعيب بس رغبته إن هو عايز ينضم لنادي ريال مدريد، لكن نادي ليل الفرنسي لو هيقنع اللعيب بأي طريقة ممكنة واللعيب انضم إلى نادي مانشستر يونايتد، فاللعب مش هيتألق بشكل كبير جدا مع نادي مانشستر يونايتد. لكن نادي الريال مدريد هيحدد يعتبر موقفه في الأسابيع اللي جاية. يا حاجة من الاتنين، يا هيتمم في الصفقة، ولو نادي ريال مدريد عايز وحابب ان هو يتمم في الصفقة في اقرب وقت ممكن هيتممها نادي ريال مدريد. لكن لو نادي ريال مدريد مش عايز يتمم في الصفقة، فخلاص نقدر كده نقول ان تمت رسميا. مانشستر يونايتد تعاقد مع اللعيب ليني يورو قادم نادي الليل الفرنسي. اتبقى بس النادي ريال مدريد. هي الفكرة في الأول وفي الآخر هي من نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد وافق، تمام، خلاص نادي ريال مدريد هيتفاوض بأي طريقة ممكنة مرة كمان مع نادي ريال الفرنسي وهيضم اللعيبة على طول. نادي ريال مدريد تراجع تماما وفشل تماما في ضم اللعيب، فنقدر نقول ان مانشستر يونايتد هو في المرتبة الأولى، ومانشستر يونايتد نقدر نقول ان هو منفرد تماما في الصدارة يعتبر، لأن في المركز الأول كان ريال مدريد وبعد كده مانشستر يونايتد. دلوقتي الموضوع اتعكس، دلوقتي مانشستر يونايتد وبعد كده نادي ريال مدريد، فنقدر نقول كده ان نادي مانشستر يونايتد هيتمم فيها خلاص بنسبة 100% لو نادي ريال مدريد تراجع تماما.